السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بالناس اللي دايما يرافقوني، ومرحبا بكل واحد جديد دخل عائلتنا الصغيره. اليوم راح نهضر معاكم على تعب ما يبانش في التحاليل وما يبانش في الوجه، بصح صاحبه يحس به في كل دقيقه. وهنا قبل ما نبداو نحكيو في الموضوع نتاعنا، راح نعطيكم المقادير نتاع هذا البريوش في المول الاسطوري، غير بيضه واحده ويجي خفيف ريشه. تبعوا الطريقه للاخير، راح تنجحوا فيه من اول مره. راح نحتاجو هنا كاس غير ربع حليب دافي، و3 مغارف كبار سكر، زايد مغرف متوسطة خميرة الخبز، ونضربها مليح مع بعضاهم حتى يذوب هذاك السكر. هنا نجيب بيضة، نفصلوا البياض على الصفار، نحتاجو غير البياض والصفار نحتاجوه من بعد. نعاود نضرب الخليط نتاعنا مليح. نجيب هنا 4 مغارف تاع الزيت نضيفهم، نخلط شويه، ونجيب هنا حبه تاع الليم، نحتاجو غير المبشور تاعها. وهنا نرجعوا للموضوع نتاعنا. كاين تعب يجي من الخدمه، وكاين تعب يجي من كثره المسؤوليه، لكن كاين تعب اخطر منهم كامل، وهو تعب الروح. تكون كل يوم واقف على رجليك، تفيق قبل الجميع وترقد بعد الجميع، وكل واحد يحتاجك، وكل واحد عنده طالب، وكل واحد ينتظر منك كلمه طيبه او خدمه او حل. هنا ضفنا رشه نتاع الملح، ونجيبو هنا الفرينه نغربلوها. هنا الفرينه ما نقدرش نعطيكم شحال بالتدقيق، لان الفرينه كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. ونحتاجو نصف كيس تاع خميره كيميائيه كيما راكم تشوفوا، ونخلط حتى نتحصل على عجينه تكون تتمسك شويه في اليد، تكون طريه بزاف. ورجعوا للموضوع نتاعنا، ومع الوقت تولي تعطي من وقتك ومن صبرك ومن طاقتك وحتى من فرحتك، حتى تلقى روحك فارغه. الناس يشوفوك قويه ويقولوا هذه ما شاء الله عليها، قادرة على كل شيء، لكن ما يعرفوش باللي حتى الأقوياء يجي عليهم نهار يتعبوا. وحتى اللي دايما يبتسم مرات يكون يخفي وجع كبير. المؤلم أكتر أنك تولي متعودة على التعب، ما عادش تسقسي روحك واش بيك، تولي تقول عادي ونكمل، وبعدها يوليو الضحك ثقيل والكلام ثقيل، وحتى الاشياء اللي كانت تفرحك ما عادش ترد لك نفس الاحساس. وهنا نخليو العجينه تاعنا ترتاح حتى تخمر، ومن بعد نرجعوا نكملوا واش نديروا لها باه تجي هشيشه. نكملوا الموضوع نتاعنا. تعرفوا شكون هي المحاربة الحقيقية؟ ماشي اللي ما تبكيش وماشي اللي ما تتعبش. المحاربة الحقيقية هي اللي كل مرة تطيح تمسح دموعها وتوقف من جديد حتى وهي موجوعة. لكن حتى المحارب يحتاج يستريح، لأن السيف إذا بقى يخدم بلا توقف يبهت البريق نتاعو، والقلب إذا بقى يعطي بلا ما يلقى راحة يضعف. الاستراحة ماشي معناها تهرب من الحياة ولا تستسلم، معناها تقول لروحك أنت أيضا تستحق الاهتمام، ترتاح شوية، تدعي ربي، تقرأ قرآن، تمشي شوية، أو حتى تسكت دقائق بلا ضجيج. أحيانا هاد الدقائق يرجعوا للإنسان روحه. هنا نجيبوا العجينة نتاعنا نديروها حربوش، ونحاولوا نقسموها إلى 8 كرات كما راكم تشوفوا في الصورة. ونجيبوا المول نتاعنا ندهنوه بالزبده ولا بالمانغارين، وندردروا عليه الفرينه. نجيبوا الكره نتاعنا نبسطوها كما راكم تشوفوا، ونشدوا الوجه نتاعها، نديروا لها زبده ولا مانغارين تكون طريه، ونروليوها نغلقوا لها الاطراف نتاعها. كي نحطوها في المول نبداو جهه بجهه، جهه ادروات وجهه اغوش، ونخليو لي سباس بين بعضاهم كما راكم تشوفوا في الصوره. راهي واضحه الطريقه. حتى نكملوا هذوك الكرات كامل. هاني خليت لي سباس، هاني هنا نخليهم تخمر.
بعد ما خمروا نجيبو الصفار تاعنا تاع البيض، ندهنو الوجه نتاعهم. هنا نديرو لهم الجلجلان كيما تبغيو، تحبوا ديروا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي اللي عندك. انا درت الجلجلان عندي. هنا بعد ما طابوا نديرو لهم الكونفيتور على الوجه نتاعهم، ولا تدردروا عليهم سكر كلاص كيما تبغيو. نكملوا الموضوع نتاعنا. ما تحملش روحك فوق طاقتها، وما تخليش اذا احتاج ترتاح، لان الانسان اللي يعرف يوقف باش يرتاح هو اللي يقدر يكمل المشوار. وفي الاخير حبيت نسقسيكم سؤال: شكون في حياتكم دائما يهتم بالجميع وينسى نفسه؟ وهل سبق وحسيتوا بالتعب؟ لأن التعب الحقيقي مرات يكون في القلب أكثر من الجسد. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبتكم هذه الوصفة وهذه المواضيع اللي راني نحكي فيهم، ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتكتروا لي ليجام وتفعلوا الجرس. سلام.